إسلام فوزي اتكلم عن صفحة شكاوي أهل قاع الهامور، ومن ساعتها وتقريبا كده السوشيال ميديا المصرية كلها مقلوبة على قاع الهامور. ناس بتسأل الصفحة دي إيه، وناس بتعمل بوستات كأنها عايشة هناك في قاع الهامور، وفنانين دخلوا على الترند، وفجأة بدأ يظهر كلام على إن قصة قاع الهامور قصة حقيقية وتجارب نووية ونظريات مؤامرة. هنا بقى أنا كان لازم أتدخل وأفهمكم الموضوع واحدة واحدة من طقطق لسلام عليكم، لأن القصة أغرب بكتير مما تتخيل. أنا ندى وده ندى توكس، يلا نغطس سوا في قاع الهامور. خلينا نتفق إن قصة قاع الهامور مرتبطة بسبونج بوب والعالم بتاعه تحت البحر. بصوا، الاسم الأصلي للمدينة اللي عايش فيها سبونج بوب اسمها بيكيني بوتوم، وكلمة بيكيني هنا خلت ناس كتير تربط المكان ده بمكان موجود فعلا في المحيط الهادي اسمه بيكيني أتل أو جزيرة بيكيني المرجانية. المكان ده وراه قصة من أكتر قصص المرعبة في التاريخ النووي. بعد الحرب العالمية التانية الولايات المتحدة الأمريكية اختارت مجموعة من جزر مارشال علشان تعمل عليها تجارب نووية. فمن سنة 1946 لسنة 1958 اتعمل في جزيرة بيكيني أتول لوحدها أكتر من 23 تجربة نووية. لكن قبل الاختبارات ما تبدأ كان في ناس عايشين على الجزيرة دي. سكان الجزيرة الأصليين تم إقناعهم إن هم يسيبوا أماكنهم بشكل مؤقت لحد الاختبارات ما تخلص، على أساس يعني إن هم هيرجعوا تاني بعد انتهاء التجارب. لكن اللي حصل طبعا كان أكبر بكتير مما توقع. في البداية سنة 1946 حصلت عملية اسمها Operation Crossroads، وكان الهدف منها اختبار تأثير القنابل الذرية على السفن الحربية. واحدة من القنابل اتفجرت في الجو، والتانية اتفجرت تحت سطح المية. الانفجار ده رفع كمية كبيرة جدا من مية البحر في الهواء، وسبب تلوث إشعاعي كبير جدا للسفن والمنطقة المحيطة. فاكر إن الكلام ده صعب؟ لا، أخطر تجربة الحقيقة حصلت بعد كده بسنين. في الأول من مارس سنة 1954 فجرت الولايات المتحدة قنبلة هيدروجينية اسمها كاسل برافو، قوتها وصلت لحوالي 15 ميجا طن. عايزة أقولك إن دي كانت أكبر تجربة نووية أجرتها الولايات المتحدة في تاريخها كله. التساقط الإشعاعي اللي نتج عن التجربة دي انتشر لمسافات أكبر من المتوقع، ووصل لجزر مأهولة بالسكان، واضطرت ناس تانية في أماكن تانية برضو للإجلاء من أماكنها وبيوتها. ومن هنا ظهرت واحدة من أشهر نظريات المؤامرة المرتبطة بسبونج بوب. النظرية بتقول: ماذا لو كانت جزيرة بيكيني بوتوم موجودة بالفعل تحت جزيرة بيكيني أتول اللي أنا حكيت لكم عنها؟ وماذا لو كانت الكائنات الغريبة اللي بنشوفها في المسلسل نتيجة للطفرات الناتجة عن التجارب النووية؟ يعني بالبلدي كده، مش ممكن يكون سبونج بوب وبسيط ومستر سلطع مش مجرد كائنات في مسلسل تلفزيون؟ لكن حسب النظرية الإشعاع هو اللي غير الكائنات الموجودة بالفعل في المنطقة وخلاها بالشكل والتصرفات اللي احنا بنشوفها في المسلسل الكرتوني. أصحاب بقى النظرية لقوا شوية تفاصيل ساعدتهم يصدقوا النظرية دي أكتر. أول حاجة طبعا هي الاسم نفسه، جزيرة بيكيني بوتوم. وتاني حاجة إن المسلسل مليان كائنات بحرية بتتصرف زي البشر، عندهم بيوت وفلوس وشغل ومطاعم ومدارس. وفي ناس بدأت تربط أشكال الانفجارات اللي بتظهر أحيانا في خلفية المسلسل بشكل سحب المشروم كلاودز الناتجة عن الانفجارات النووية. ومن هنا النظرية كبرت أكتر وأكتر، لدرجة إن الناس بدأت تقول إن كل شخصية ممكن تكون نوع مختلف من الطفرات اللي حصلت بسبب الإشعاع. بس هل ده فعلا تفسير سبونج بوب الحقيقي؟ لا، وده الجزء المهم. وجود جزيرة بيكيني أتول والتجارب النووية، الجزء ده فعلا حقيقي وحصل، بس مفيش دليل ملموس إن الكائنات الموجودة في المسلسل اتكتبوا على إنهم كائنات متحورة بسبب الإشعاع. مبتكر بقى سبونج بوب نفسه ستيفن هيلنبرج كان أصلا دارس أحياء بحرية واشتغل في تعليم العلوم البحرية، وده كان قبل ما يدخل عالم الرسوم المتحركة. فاهتمامه بالكائنات البحرية أساسا موجود من قبل كتابته للمسلسل. بص، هي النظرية ذكية ومغرية لكن تظل فان ثيوري، يعني نظرية المعجبين، وليست قصة معلنة رسمياً للمسلسل. النظرية دي مش جديدة، والغريب إن بعد انتشارها بسنين قاع الهامور رجع فجأة للترند عندنا في مصر، بس ده لأسباب مختلفة جدا. ظهر فجأة على الفيسبوك صفحة اسمها شكاوي أهل قاع الهامور، وفكرته إن الأهالي تتعامل مع قاع الهامور وكأنه مدينة مصرية حقيقية. يعني بدل ما حد يكتب شكوى في جروب المنطقة بتاعته يكتبها وكأنه ساكن جنب بيت سبونج بوب. حد يشتكي من الأسعار، حد يدور على شقة، حد يتخانق مع الجيران، أو حد يشتكي من مستر سلطع والأسعار في مطعم سلطع برجر. يعني عالم سبونج بوب اتحول فجأة لنسخة ساخرة من الحياة اليومية المصرية.
والفكرة انتشرت بسرعة شديدة وخرجت من الجروب اللي اتعمل لباقي مواقع التواصل الاجتماعي. وبعدها المشاهير نفسهم بدأوا يركبوا الترند. باسم سمرة ظهر داخل قاع الهامور وكتب بقينا في القاع. ونيلي كريم رجعت لشخصية ذات وقدمتها بشكل ساخر داخل العالم ده. وهنا الزاهد بقى نشرت صورتها مع سبونج بوب وكتبت الهجرة إلى قاع الهامور. وميرنا جميل دخلت بشخصيتها من مسلسل اللعبة لمطعم مستر سلطع. مصطفى غريب عمل واحدة من أشهر الإفيهات وكتب بقيت مصطفى غريب. وحتى إيمي سمير غانم وحسن الرد دخلوا عالم قاع الهامور بفكرة برنامج ساخر مع سبونج بوب. يعني المدينة اللي دخلت عالم الكرتون سنة 1999 ارتبط اسمها بمكان شهد تجارب نووية، واتبنت حواليها واحدة من أشهر نظريات المؤامرة في عالم الإنترنت. وبعد أكتر من ربع قرن رجعت مرة تانية عشان تتحول لمدينة مصرية افتراضية، وكأن قاع الهامور أخيراً بقى ليه سكان حقيقيين. بس السؤال يفضل موجود، هل اسم بيكيني بوتوم كان مجرد اختيار ساخر؟ ولا ستيفن هيلنبرج اللي كتب سبونج بوب كان عارف كويس جدا التاريخ اللي كان موجود فوق المدينة اللي رسمها تحت البحر؟ لحد النهاردة الإجابة المؤكدة على الجزء ده مش موجودة. لكل الناس اللي ركبت ترند قاع الهامور اتفرجوا على الحلقة دي وقولوا لي رأيكم إيه. ودي كانت قصة قاع الهامور.